دي سولي بنت جميلة وجذابة وبتحب الرسم وعندها مواهب مثيرة، وده لأن سولي بتكون مصابة بمرض نفسي اسمه اضطراب القلق العام، وده بيخليها طول الوقت قلقانة من كل حاجة لدرجة إنها بتحس كل الناس اللي ماشية في الشارع بتبص عليها، وكمان مش واثقة في نفسها، وعندها صعوبة عالية جدا في إنها تاخد قرارات بسيطة وسهلة حتى لو كانت الاختيارات دي هي النكهة اللي هتطلبيها الآيس كريم بتاعها مثلا. وبتكون سولي قربت تكمل 25 سنة ومع ذلك لسه مرتبطتش لحد دلوقتي، وبعدها بتروح عند باباها اللي بيكون قاعد مع اصحابه، وفي واحد منهم اسمه جياني وبيقول لسولي انا جايب لك عريس ما يترفضش، وبيعرفها ان العريس ده جاي يقعد معاهم بعد شويه. فبيرد ابوها وبيعرفه انها مشغوله ولازم تمشي وبيعفيها من الاعتذار. وبتروح سولي بعدها للدكتور النفسي بتاعها واللي اسمه باسيلي، وبيكون شخص لطيف جدا وشيك وبيحاول دايما يساعدها، بس اسئلته بتحيرها جدا خاصه لما بيسالها ايه اكتر مكان مريح بالنسبه لها ممكن تروحه دلوقتي. فبترد عليه سولي وهي تايهه ومتاثره وبتقول له مش عارفة، بس أنا حاسة إن حياتي كانت أسهل وإيما موجودة فيها. وهنا بنعرف إن إيما كانت صديقتها المقربة واللي كانت بتعتبرها أكتر من أختها، وكانوا جيران وعلى طول مع بعض في كل حاجة، لكن دوام الحال من المحال لأن إيما ماتت وسابتها لوحدها. وبتبدأ سولي تسترجع ذكرياتها مع إيما وبتحكي إنها تعرفت على شاب اسمه زفير وسافرت معاه لفرنسا عشان يعيشوا هناك، وكانت سولي حزينة جدا وهي بتودعها قبل ما تسافر، خاصة لأن إيما عارفة إن ملهاش أصدقاء غيرها وما بترتاحش غير معاها. وبعدها بتفوق سولي من ذكرياتها، وفي الأثناء دي بتكون سولي خلاص وصلت عند باب بيتها، وفجأة بتلاقي الكلب بتاع جارتهم قدامها في الشارع، فبتدخل بسرعة وبتقفل وهي خايفة منه، وبتنادي على مامتها وهي من على الباب وبتقول لها إن جارتهم ما سمعتش كلامهم لما طلبوا منها ما تنزلش كلبها في الشارع، وبيكون صوتها عالي وهي بتتكلم بعشوائية وما بتكونش عارفة المفاجأة اللي مستنية جوه في الصالة. وهنا بيظهر ماسيمو الكراش بتاعها وهو قاعد مستنيها على السفرة، ومامتها في المطبخ بتعمل له قهوة. وبنعرف ان ماسيمو يبقى اخو ايما الكبير، وانه سافر لميلانو من فترة طويلة عشان يشتغل في مجال الهندسة، ومن وقتها ما بيردش على رسايلها ولا مكالماتها. وبعدها بتطلع مامتها من المطبخ وبتسأله عن اخبار فيتوريا حبيبته، فبيقول لها انهم سابوا بعض. ولما بتسمع سولي الخبر ده بتفرح جدا لكنها ما بتبينش. وقبل ما ماسيمو يمشي بيقف مع سولي شوية عند الباب وبيسألها عن حياتها دلوقتي وعن اخبار الجامعة بتاعتها، فبتقول له والله انا سبتها وبدور دلوقتي على شغل. وبيطلع ماسيمو من جيبه جواب في ظرف احمر وبيديهولها، فبتفتكر ان هو اللي كتب لها، لكنها بتتفاجئ باسم ايما وهو مكتوب على الظرف. وبيقول ماسيمو لسولي انا لقيت الجواب ده في اوضه اختي ايما، فشوفي بقى هي كانت عاوزه تقولك ايه. وبيسيبها وبيمشي، وفي الوقت ده بتدخل سولي لاوضتها وبتفضل تتفرج على صورها مع ايما وهي متاثره جدا لانها وحشتها، وبتبدا تفتكر ذكريات ليهم مع بعض من الماضي. وبتفتكر سولي وهم اطفال في المدرسه لما بدا عندها مرض اضطراب القلق، وفي يوم المدرسه ندهت عليها وهي قاعده بترسم في اخر الفصل عشان تجاوب السؤال اللي هي لسه شرحاه. وطبعا سولي ما بتقدرش تجاوب لانها ما كانتش مركزه، فبتحس بالاحراج وبتخرج من الفصل بسرعه وبتروح تقعد لوحدها في مكان مقفول وتفضل تبكي لحد ما بتلاقي ايما كانت سابت الحصه وراحت وراها. ووقتها ايما بتحضنها وبتحاول تهديها عشان تبطل عياط، وبتكون كمان جابت لها الرسمه اللي كانت بترسمها في الفصل وبتقول لها انها جميله جدا. ووقتها بتحس سولي ان فعلا ليها سند وان في حد عاوز يشوفها مبسوطه. وبتفوق سولي من ذكرياتها وهي وشها حزين جدا، ووقتها بتدخل مامتها عليها الأوضة وبتلاحظ الحزن اللي في عينيها وبتسألها ايه المشكلة اللي حصلت، فبتقول لها سولي مفيش حاجة وبتطلب منها تخرج وتسيبها. فبتفكرها مامتها بعيد ميلاد لوتشيا صاحبتها واللي لازم يروحوا النهاردة، وبعدها بتسيبها وبتمشي. وبالليل بيروحوا هما الاتنين لحفلة عيد ميلاد لوتشيا واللي بتكون في الأساس بنت بيتا أقرب صاحبة لمامة سولي. وهنا بتروح لوتشيا تسلم على سولي وهي مبسوطة جدا إنها جت، وبعدها على طول بتجيلها مريم أخت لوتشيا وبتسلم عليها ومبسوطة قوي، وبيظهر إنهم بيحبوها جدا. وبتعرفها مريم على صاحبتها اللي عرفتهم في الجامعة وهم جوليا ومارتا، وبتعرفهم مريم إن حفلة عيد الميلاد الجاية هتكون عند سولي، فبيتحمسوا جدا. لكن سولي نفسها بتقول لهم إنها مش مهتمة. وأثناء ما هم بيتكلموا بيجي 2 من الستات الكبار اللي في الحفلة وبيسمحوا لنفسهم إنهم يسألوا سولي عن آخر تطورات حياتها، وما بينقذهاش من سؤال الستات دي غير صوت بيتا مامة لوتشيا واللي بتمسك المايك وبتنادي على بنتها عشان تقول لها كلمة بمناسبة عيد ميلادها. ووقتها كلهم بينتبهوا معاها، وبتقول بيتا لبنتها أنا بشكرك على كل الصفات الحلوة اللي فيكي، وبتكبرها قدام أصحابها. وبيظهر كمان إنها هتسفرها لندن بكرة لأن ده كان واحد من أهدافها. ووقتها بتحس سولي إنها مشفقة على نفسها لأن مامتها عمرها ما فكرت تعمل حاجة تساعدها بيها. وبتسيب سولي الاحتفال وبتروح تقف في ركن لوحدها، وهناك بتتواصل مع ماسيمو وبتقول له أنا عارفة إنك ضحكت عليا وإن إيما هي اللي سلمتك الجواب عشان تديهولي لأننا كنا متخانقين قبل ما تموت
على طول، وبعدها بتقفل معاه وبتروح تفتح الجواب وبتلاقي ان ايما كاتبه لها فيه انها متضايقه انهم زعلانين من بعض، وبتاكد لها انها كانت عاوزاها تفضل معاها في نفس الوقت، كانت عاوزه تعيش مع حبيبها زفير، وان الاختيار كان صعب عليها. وفي اخر الجواب بتطلب منها انها تسامحها، ولان ايما كانت عارفه ان سولي بتخاف من حاجات كتيره جدا، بتسيب لها سطور في ظهر الورقه تكتب عليها الاهداف اللي هي عاوزه تحققها واللي كانت طول الوقت نفسها فيها وبتخاف تعملها. وبتتضايق سولي جدا وبتحس ان ايما وحشتها خالص، وعشان تنسى بتروح تشرب كحول عند البار لحد ما تسكر، وساعتها بيلفت انتباهها شاب قاعد لوحده وما بيرقصش ولا بيحتفل مع باقي الناس اللي في عيد الميلاد، فبتروح تقرب منه وبتساله انت ليه حزين كده؟ فبيقول لها انا فعلا حزين، وده عشان ليو سابتني، وليو دي تبقى حبيبتي لو انت مش عارفه يعني. وبيقول لها انا اسمي دانيو وانه صاحب مريم. وبتبدا سولي تحس انها مرتاحه له، وفجاه تبدا تدوخ بسبب الكحول اللي شربته، وبتطلب منه ينقلها من المكان عشان لو مامتها شافتها في الحاله دي هتتضايق منها جدا. ووقتها دانيو بياخدها المكان بعيدا عن الاحتفال، وبتروح معاهم مريم وجوليا ومارتا وبيقعدوا كلهم مع بعض، وساعتها بتوري لهم سولي الجواب اللي سابته لها ايما، وبتبدا تحكي لهم عن الحاجات اللي هي بتخاف منها ونفسها تجربها، زي انها تركب مركب في البحر او تركب مرجحه عاليه في مدينه الملاهي، او حتى تخرم ودنها وتلبس حلق زي باقي البنات، وانها كمان نفسها تلاقي شغل. وفي الاثناء دي بتتصل مامتها فبتتوتر جدا وما بتكونش عارفه ترد عليها وهي سكرانه، وهنا مريم بتاخد منها التليفون وبترد بدلها وبتطمن مامتها عليها وبتعرفها انها في الحمام، وبتطلب منها انها ما تقلقش، وبتقول لها انا هوصلها لحد البيت بنفسي. وبعدها بتاخد مريم للعربيه وبتديها الجواب بعد ما كتبت لها في ظهره كل الحاجات اللي قالت انها بتخاف تعملها عشان تتغلب على خوفها وتحققها. فبتسالها سولي وهي مستغربه عن سر اهتمامها بالموضوع، فبتقول لها مريم وهي متاثره عشان انا كنت بحب ايما جدا، وبتبدا تبكي وبتتاثر سولي على عياطها. وبعدها بتسيبها مريم وبتنزل من العربيه عشان تقدم على مسابقه ملكات الجمال، رغم ان جمالها ممكن يكون عادي ومش مغري. وتاني يوم بتصحى سولي على صوت مامتها واللي بتقول لها انا عندي ليكي خبر حلو جدا، وهو ان بيتا صاحبتها محتاجاها تشتغل معاها في المطعم بتاعها. وساعتها سولي بتتعصب عليها وبتقول لها مالكيش دعوه بحياتي، وانا لو عاوزه الاقي شغل هلاقي لنفسي. فبتاكد لها امها انها ما اتدخلتش في اي حاجه وان بيتا هي اللي كلمتها. تفهم سولي ان مريم هي اللي ورا موضوع الشغل لان كانت كاتبه لها في قائمه الاهداف انها تلاقي شغل. وبتروح سولي عند بيت مريم وبتعبر لها عن قد ايه هي متضايقه من اللي هي عملته، فبتقول لها مريم ان ماما كانت عاوزه حد يشتغل معاها وانا رشحتك ليها مش اكتر. فبتقول لها سولي براحتك، انا كده كده مش هنفذ ولا حاجه من قائمه الاهداف اللي كتبتيها لي يعني. ووقتها مريم بتنزل لها وبتاكد لها انها لازم تعيش المغامره. فبتقول لها سولي انا خايفه اجرب وافشل والموضوع يتأزم اكتر. فبتطمنها مريم انها وقتها على الاقل هتكون حاولت. فبتروح سولي تستشير باسيلي الطبيب النفسي بتاعها واللي بيقول لها المفروض توافق على الشغل لان ده ممكن يطور من شخصيتها ويساعدها في رحله العلاج. فبتقرر تسمع كلامه. وتاني يوم بتبدا اول يوم ليها شغل في المطعم، لكن شعور القلق بيفضل محاصرها كالعاده لدرجه انها بتبدا تتخيل ان الزباين اللي في المطعم بيشتموها وشايفين انها وحشه، بس بتحاول تسيطر على افكارها وبتكمل شغل عادي. وبعد شويه مامتها بتجيلها المطعم فبتتضايق سولي وبتكون عاوزاها تمشي. فبتقول لها مامتها انا كنت جنبك هنا في السوق وحبيت اعدي عليكي عشان اشوف اخبارك في اول يوم شغل. وبتقول لها اهل ماسيمو عازمينك على الغدا عندهم وانا وافقت انك تروحي العزومه. فبتتعصب سولي اكتر وبتقول لها انت مش من حقك تقرري بدالي، وما بتكونش عاوزه تروح العزومه لانها زعلانه من ماسيمو انه خبى عليها حقيقه جواب اخته ايما. وبتروح تتصل بمامة ماسيمو عشان تعتذر عن ميعاد الغدا، لكنها بتتوتر لما بتكلمها وبتضطر توافق. وبتقول لها انا جايه في الميعاد، ولما بتنهي المكالمه بتقعد تلوم نفسها انها اتوترت وقبلت بحاجه هي مش عاوزاها. وفي الوقت ده بتجيلها مريم وبتقول لها ما تيجي نغير جو في اي حته، وبيروحوا مع بعض لنادي الرسم. وهناك بيقابلوا دانيو اللي بيظهر انه بيحب الرسم جدا وموهوب فيه. وبيسالها دانيو حققتي حاجه من القائمه اللي كتبتها لك مريم ولا لسه؟ فبتتشجع سولي وبتروح ترسم جنبهم. وهنا بيرجع يجيلها التخيلات اللي ناتجه عن القلق، وبتشوف كل الناس اللي في المرسم وهما بيتريقوا عليها وكمان على رسمتها وبيقولوا انها بشعه. وبعد ما بتفوق من اوهامها بتلاقي كل حاجه طبيعيه زي ما هي وان كلهم بيحبوها ومرحبين بوجودها. وبعدها بتروح سولي العياده عند باسيلي وبتقول له انا ما حققتش غير هدف واحد بس من الورقه وهو اني لقيت شغل. فبيقول لها انه لسه قدامها وقت، وبيقول لها لازم تدي لنفسك فرصه، خاصه يعني انك من سنه واحده ما كنتيش تجرؤي تحققي حاجه واحده منهم. فبتطلع سولي من عنده على بيت ماسيمو اللي بيعتذر لها منه وهو على الباب بخصوص كذبه في موضوع الجواب. وبتقول له انا خلاص مش زعلانه وان خلاص الموضوع انتهى. وبتدخل معاه للبيت وبتقعد تتغدى معاه هو واهله. وبعد الغدا بيخرجوا هما الاتنين لوحدهم وبيمشوا جنب البحر. ووقتها سولي
سولي بتسأله ناوي يرجع ميلانو امتى، فبيقول لها انا ناوي استقر هنا لان في حاجات كتيرة بتوحشني وانا مسافر ومن ضمنها انتي، فبتفرح جدا بكلامه. ولما بيعرف ماسيمو انها نفسها تركب مركب في البحر وخايفة، فبيقرر يساعدها تتغلب على خوفها، وبيقعد هو في المركب على الشط وبعدها بيمسك ايديها عشان يساعدها تدخل المركب معاه. وبالفعل بتحاول سولي لكنها ما بتقدرش خالص، فبيخرج ماسيمو من المركب وبيقول لها ابقى احاول معاكي مرة تانية. وبترجع سولي البيت وهي سعيدة جدا لأول مرة من فترة طويلة، وبتسهر ترسم وهي مبسوطة. وتاني يوم في الشغل بتروح مريم تقعد معاها، وساعتها بتحكي لها سولي عن اللي حصل امبارح مع ماسيمو، وبتقول لها انه قال لي اني بوحشه وهو مسافر، واني من ضمن الحاجات اللي مش عاوز يسافر تاني عشان ما يفتقدهاش. لكن مريم ما بتكونش مصدقة، خاصة انه ما حاولش يقرب منها ولا يعترف لها بشكل صريح. وبعد الشغل بتروح سولي مع دانيو للمرسم، وبتلاحظ انه بيتفرج عليها طول ما هي بترسم وبيبتسم، وما بتكونش فاهمة هو حاسس بايه ناحيتها، لكنها بتكون حاسة براحة وهي معاه كصديق مش اكتر. وبعدها بيطلعوا مع بعض على البحر، وهناك بيقعدوا يتكلموا عن حياتهم. وفي الأثناء دي بتشوف سولي شخص وهو بيستعد عشان ينط في البحر من مكان عالي، فبتخاف وبتقوم تجري بسرعة عشان ما تشوفوش وهو بيعمل كده. فبيروح دانيو وراها وبيوصلها لحد الشارع بتاعها، وهناك بيجي لها داني صاحب باباها واللي بيقول لها لازم تشوف العريس اللي جايبهولك. وساعتها بتقول له سولي انا خلاص ارتبط ودانيو هو حبيبي، وبتكون بتقول له كده عشان ما يجيب لهاش سيرة الموضوع ده تاني. وفي الوقت ده بتتصدم سولي بماسيمو وهو بيوصل قدام البيت ومعاه فيتوريا حبيبته واللي قال انه انفصل عنها، فبتطلب من دانيو انه يمشي ويسيبها تكمل لوحدها لحد البيت. وبتروح تسلم على ماسيمو وفيتوريا عشان تحسسهم انها مش فارق معاها. ووقتها بتقول لها فيتوريا انتي محظوظة جدا لان ماسيمو دايما بيجيب لي في سيرتك. وتاني يوم بتروح سولي لباسيلي وبتقول له انا خلاص ما بقتش فاهمة اي حاجة، يعني هو بيحبني ولا بيحبها، واللي قال انه انفصل عنها وهي شايفة معاها دلوقتي. ووقتها باسيلي بيفهمها انه ما يعرفش انها بتحبه، وبيأكد لها ان الناس مش بتقرا افكار بعض وانها لازم تجرب تبادر هي وتعترف له بحبها، ووقتها تشوف النتيجة. فبتقرر سولي انها تكون اجرأ من كده بكتير عشان تقدر تعترف له بمشاعرها. وتاني يوم بتقابل ماسيمو وبتسأله فيتوريا كانت بتعمل ايه عندك رغم انك قلت قبل كده انكم انفصلتوا. فبيرد عليها وبيقول لها احنا فعلا انفصلنا، بس هي دلوقتي عاوزة ترجع لي، وفي نفس الوقت انا ما بقيتش حاسس باي مشاعر ناحيتها. وهنا سولي تفرح جدا وبتبدأ تحس ان في امل انها تخليه يحبها، وبتقرر تغير ستايل حياتها كله وبتخرج مع اصحابها وبتركب عجل اخيرا بعد ما كانت بتخاف منه طول السنين دي. لا ومش بس كده، دي كمان بتخرج مع اصحابها البنات وبتخرم ودنها وبتركب حلق زي ما كانت بتحلم، وبتروح معاهم للملاهي وبتركب الالعاب العالية السريعة اللي كانت بتقول انها بتترعب منها، وده بيزود ثقتها في نفسها لانها حرفيا حققت اكتر من نص الحاجات اللي مكتوبة في قائمة اهدافها. واثناء ما هم في الملاهي بتسمعهم سولي وهم بيفكروا في البلد اللي هيسافروا لها عشان يحتفلوا بعيد ميلادها فيها. ووقتها بتفتكر الخناقة اللي حصلت ما بينها وما بين إيما قبل ما تسافر لفرنسا مع زفير، وساعتها سولي اتحولت عليها وزعلت جدا انها هتسيبها بالسهولة دي وتمشي. فقالت لها إيمي انا مش بيبي سيتر عشان افضل ملازماكي طول حياتك، وانا عندي حياة انا كمان وعاوزة اعيشها. ومن وقتها وسولي بقت زعلانة منها. ولما بترجع سولي للبيت بتضيف هدف جديد على ورقة اهدافها، وهي انها عاوزة تسافر باريس وتقابل زفير. وتاني يوم بتنزل تقابل ماسيمو وبيخرجوا مع بعض في جولة على البحر وبيركبوا مركب، وكمان شجاعتها بتتطور جدا لدرجة انها بتنزل المية من غير ما تخاف. وبعد ما بيخرجوا من البحر بتحكي لماسيمو انها عاوزة تسافر لزفير، ووقتها ماسيمو بيضايق بمجرد ما بيسمع اسمه. فبتحاول سولي تقنعه انه ملوش ذنب في موت إيما وانه في شخص تاني هو اللي تسبب في الحادثة اللي ماتت فيها. وبعدها بتحاول تقرب منه لكنها ما بتلاقيش اي رد فعل وكأنه مش قابل ده، فبتتحرج وبتسيبه وبتمشي. وبترجع سولي البيت وبتفضل تفكر طول الليل في الموقف المحرج اللي حصل لها لدرجة انها ما بتقدرش تنام. والصبح على طول بتقوم تلبس وتطلع على المطار عشان تروح تقابل زفير وتسترجع ذكرياتها مع إيما، لكنها بتتراجع وما بتقدرش تسافر. وبتلاقي نفسها راحت على دكتور باسيلي وبتكون خايفة من انها تكون اتنكست، لكن باسيلي بيطمنها وبيأكد لها انها لو انتكست كانت هترجع جبانة تاني، لكن هي لسه شجاعة واثر التحديات اللي عملتها لسه موجود. وبيجي يوم عيد ميلادها اخيرا وبترجع للبيت وبتتفاجئ بزفير مستنيها قدام الباب وجايب لها معاه هدية، فبتدخله وبيقعدوا ياكلوا مع بعض. ووقتها بيبدأ زفير يحكي لها عن إيما وبيعرفها انها كانت موسوسة وبتخاف من كل حاجة، وانها كانت خايفة تفضل لوحدها وخايفة ما تلاقيش شغل، وحتى بعد ما لقيت شغل كانت خايفة تنفصل منه. وبيأكد لها انها كانت من ضمن اهم الحاجات اللي كانت خايفة عليها. واثناء ما هم قاعدين مع بعض بيرن الجرس، فبتقوم سولي تفتح وبتتفاجئ انه ماسيمو وجايب لها معاه بوكيه ورد وبيقول لها كل سنة وانتي طيبة، فبتقول له وانت طيب.
وبتاخده منه، لكنها بترفض تتعامل معاه زي الأول. وهنا بيعدي زفير من قدامه والاتنين بيشوفوا بعض، فبيروح زفير يسلم عليه وبيحاول يخليه يسامحه على إنه ما قدرش يحافظ على أخته. فبيفهم ماسيمو إن زفير ما كانش ليه ذنب في موتها، وبيسلم عليه وبيتصالحوا هما الاتنين. وبتكون سولي سعيدة جدا، وبالليل بيعملوا لسولي عيد ميلاد لطيف جدا، وبيحضروا كل أهلها وأصحابها والناس اللي بتطمن وهي في وسطهم، وبتحس لأول مرة إنها فعلا قادرة تفرح وتعيش. وبعد عيد الميلاد بيقعد ماسيمو مع سولي وبيحاول وقتها يقرب منها زي ما يكون بيحبها، لكنه مش قادر يعترف. لكن في وقتها سولي هي اللي بتصده، وبتتفاجئ من نفسها إنها كانت بتتمنى طول السنين دي، لكن لما هو حبها اكتشفت إنها مش عاوزاه. في نفس الوقت بتقرر جوليا ومارتا إنهم يسافروا ويكملوا تعليمهم في روما. فبتحس سولي إنها لو سافرت وعاشت معاهم هتكون أحسن، خاصة إن مريم هي كمان شوية وهتروح لهم. فبتروح سولي تقول لمامتها إنها عاوزة تسافر روما، لكن مامتها بترفض بشدة وبتقول لها أنا شايفة الموضوع ملوش أهمية بالنسبة لك، وإنه لو صحابك هيسافروا فده عشان دراستهم. لكن سولي بتقرر تنفذ اللي في دماغها، وبتروح قبل السفر بيوم تقابل دانيو على البحر وبتديله رسمة رسمتها له، وبتكون سعيدة جدا إنها معاه. وبمجرد ما بيحاول يقرب منها بتفرح جدا، وهنا بس بتتأكد إنها بتحبه وإنه مطلعش مجرد صديق زي ما كانت فاكرة. وتاني يوم بيجي ميعاد سفرها، وبتضطر مامتها تستسلم للأمر الواقع وبتودعها وداع حار هي وأبوها. وبعدها بتتحرك سولي مع مريم في العربية عشان تبدأ حياة جديدة وسعيدة. وبعدها بيظهر إنها سابت رسمة من رسوماتها لكل شخص من اللي كانوا معاها بتعبر له فيها عن إن إزاي هو ساعدها، ووقتها كلهم بيحسوا إنهم مفتقدينها وعايزينها ترجع لهم تاني. وبس كده بيخلص الفيلم.